عليكم بكل خير. هنا تسأل كيف نومتك ما صار فيها لخبطة مع السفر؟ لا، صار فيها شوية لخبطة، تقدم الوقت بالنسبة عندي، ولكن وش سويت؟ عالجت الموضوع اني حطيت المنبه على صلاة الفجر ولا عاد نمت اليوم اللي بعده. انا لما رجعت من السفر اخر سفر لي هذه، وصلت او دخلت البيت تقريبا على الساعة 1 في الليل، دخلت البيت على الساعة 1 في الليل، منبه على صلاة الفجر. اول يوم، ثاني يوم، انتهينا. هنا عن طريقين ممكن نضبط النوم بالنسبة عندك للي ما ينام الليل، اما انك تقدم الساعة او انك تأخرها. يعني انا الان حطيت خلاص صلاة الفجر عندي حاجز، اذا ابي ازود نوم اخذ من ليلي من وراء، ما هو باخذ من نهاري من قدام. انتبه من الموضوع هذا. او في طريقة ثانية للي ما قدر او جرب الطريقة هذه ولا نفعت معاه، انه يبدأ يأخر نومه. مثلا هو متعود ينام بعد الفجر، خليها بعد الظهر. متعود تنام بعد الظهر، خليها إلين بعد العصر. متعود تنام بعد العصر، خليها العصر لين بعد العشاء وانتهى الموضوع. تأخر الساعة. يعني مثلا الموضوع بوسط اليوم أحسن ما فيه إنه فيه الصلوات تجي، صلاة الظهر العصر، يعني لازم تقوم الفترات هذه، فهذه مساعدة على الاستيقاظ واستمرار ارتفاع هرمون الكورتيزول في النهار.